كذلك عبد الرزاق حمد الله، أحييك نجم هذه المباراة، وبارك لك الثلاث نقاط، وبارك لك أيضا صدارة الهدافين في الدوري السعودي. الحمد لله والشكر لله، هذا توفيق من رب العالمين، أننا يعني سهل مأموريتنا أن نفوز بهذه المباراة اللي في الحقيقة الكل كان كيتوقع أنها صعبة، وحتى احنا يعني كانت صعبة شوية، لكن الحمد لله تجاوزنا هذه الأمور واستطعنا أننا نفوز على فريق الوحدة وهارد لك لهم إن شاء الله. كمية كبيرة من الفرص، وإحنا نشوف 4 أهداف، أيضا كمية كبيرة منك، من رابط، من أحمد موسى، الكل اليوم واجه المرمى. الحمد لله، احنا عندنا تنوع في الهجمات، ممكن أي واحد فينا يسجل، يمكن اليوم حالفني الحظ أنني سجلت، لكن إن شاء الله في المباريات المقبلة يمكن الشباب يسجلوا أكثر إن شاء الله. بعد المباراة الماضية ضيع ركلة الجزاء، اليوم ركلة جزاء، هذه ثقة من اللاعب. أي مباراة اللي ضيعت في دوري أبطال آسيا؟ دوري أبطال آسيا يبقى دوري أبطال آسيا، احنا الحين في الدوري السعودي. ماذا عن المنافسة القادمة؟ المباراة المقبلة ديربي، وأيضا مباراة تحديد منافسة وصدارة. شوف، هي كل مباراة يعني صعبة، يعني الحين ما في أي مباراة سهلة، كل مباراة صعبة، وإحنا يعني كل مباراة ناخذوها على حدة، وكل مباراة ناخذوها بجدية، وإن شاء الله نفوز بالمباريات كل المتبقية إن شاء الله. أخيرا في اللوحة اليوم في المدرج، ورونا إياها يا شباب، ما بوريك الأهداف كثيرة صراحة. نعم صحيح، هدف حمد الله صحيح، برغم من أنه فات يعني مباراة ماضية، لكن هدف، لكن ما عندي مشكل إذا ألغوا هدف أسجل أهداف أخرى. أخيرا، الصحافة في المغرب تتحدث عن الغياب عن المنتخب، أتمنى أن تزول ظروف عائلتك، هل من تعليق على هذا الموضوع؟ أنا الحين في الدوري السعودي، المنتخب يبقى منتخب. شكرا. لا شكرا. شكرا حمد الله.